السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم معكم واحد الكيك بمناسبة عيد النير. المهم في هذا الكيك هذا غادي نحتاج معكم المشاهدين ديالي، غتحتاجوا جوج بيضات كما كتشوفوا معايا، وغادي نحتاجوا واحد الساشيه ديال ايديال، وجوج خمارات، كاس كبير من السنيده، كاس كبير من الحليب، وكاس من الزيت. المهم المقادير راه قدام عينيكم. فهنا غادي نطرب جوج بيضات وساشيه ديال فاني وواحد كاس سنيده. المهم البيض كيكون بدرجه حراره المطبخ. المهم هنا غادي نطرب بالطراب الكهربائي هاد المكونات تيتجانسوا ليا، تنحصل على كريمه على شكل بيضاء. هنا كنطرب معكم كما كتشوفوا القوام ديالي. المهم هنا حصلت على هاد الكريمه هادي، ومن بعد غادي نضيف كاس من الزيت وكاس من الحليب وقطره من الخل ديال ستار، قطره. الى ما مطوفش يمكن لينا نستغناو عليه. وكنطرب هاد المكونات مزيان، ومن بعد كنضيف الدقيق وكنضيف الكاكاو وشويه ديال القرفه للتنسيم فقط. وكنخلط هاد المكونات هادو، ومن بعد كنضيف جوج ساشيات ديال الخمارات ديال ايديال كما كتشوفوا معايا. المهم كنحصلوا على هاد القوام هذا كما كتشوفوا معايا القوام. وكنهزو مول كنديروا فيه ورق الزبده. المهم هنا غادي نخوي فيه الخليط ديالي، وغادي ندخلو الفران على درجه الحراره 180، وكنسدو عليه من الفوق وكنخليوه غير لتحت فقط. هنا غادي ندوز معكم ونحضر معكم داكشي باش غادي نعمر الكيك ديالي. هنا كاين الفريز وكاين ملون غذائي. هنا كنقطع الفريز قطع صغيره كما كتشوفوا معايا، وكنزيد عليه جوج معالق كبار ديال ملون غذائي محلوش. هذا راه ملون غذائي ما فيهش السكر. المهم هنا كنخلط هاد المكونات هادو كما كتشوفوا معايا. وهنا غادي ندوز معكم باش نحضر معكم السيروم اللي غادي نسقي به الكيك. كنحتاج فيه ملعقه كبيره ديال نيسكافي كما كتشوفوا معايا. وهنا غادي نحتاج جوج معالق كبار ديال السيرو ديال الرمان. وغادي نخلط هاد المكونات هادو، نضيف ليهم شويه د الماء ونخليهم جانبا. المهم هنا غادي ندوز نحضر معكم الكريم. في الكريم غادي نحتاجو كريم شونتيي، حبذا لو تكون لاموس، فانا ما لقيتهاش وجبت كريم شونتيي عاديه. وهنا عندي كاس كبير من الحليب خديته من المجمد. المهم هنا غنخوي الكريم ديالي وغادي نطرب تنحصل على كريمه طالعه كما كتشوفوا معايا. وهادو هما المكونات اللي غنزوق بهم الكيك. وهنا غادي ندوز باش نقسم هاد الكريم هذا الى 3 انصاف. واحد غادي نزيد عليه سيرو اخضر كما كتشوفوا، وواحد غادي نزيد عليه ملون غذائي احمر كما كتشوفوا معايا، هذاك الاخر غنخليه ابيض. هادو هما المكونات. وهنا وريضه جبتها باش نسوق بها لي كيك. وهنا الكيك ديالي طاب، وغادي نقسمو الى نصفين، ومن بعد غادي نسقيه بالسيروم اللي حضرت معكم بطبيعه الحال. هنا كنسقي في الكيك ديالي من بعد ما برد، وهنا كنسقيه في النصف الاخر باش نضيف عليه دوك الفرولات المقطعين. المهم هنا كنستف داك الفريز فوق الكيك. وهنا غادي نزيد عليه ملعقتين من كل انواع الكريم كما كتشوفوا معايا. غادي نضيف عليه الكريم من الفوق، وغادي نحط عليه الطرف الاخر. وهنا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وتشتركوا في القناه ديالي وديروا الجرس. وشكرا.